السلام عليكم. أهلا بيكم مرة تانية. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن الكونستانت والليترال والإنوميريشن. هنتكلم عن إيه ليترال، وهنتكلم عن أنواع الليترالز والبوليان ليترال والانتجر ليترال والريال ليترال والكاركتر ليترال والسترينج ليترال، وهنتكلم عن الكونستانت وهنتكلم عن الإنوميريشن. يعني إيه ليترال؟ ليترال يعني ازاي ان انا بمثل القيم بتاعتي في السورس كود، يعني ازاي ان انا يكون عندي داتا تايب او معرف متغير وبديله القيم بتاعته في السورس كود. طب البوليان ليترال بيكون يا اما ترو يا اما فولس، يعني انا لو عندي متغير بوليان بيكون لي قيمتين يا اما ترو يا اما فولس. طب ناخد اكزامبل. ده مثال بسيط نروح على فيجوال ستوديو. عرف انا متغير بوليان وليكن اكس. متغير البوليان ما بياخدش مني غير قيمتين يا اما ترو يا اما فولس، والترو فولس دول بيعتبروا الليترالز بتوع مين؟ بتوع المتغير البوليان. طب هنتكلم عن الانتجر ليترال. الانتجر ليترال اما بيكون ديسيمال او اوكتال او هكساديسيمال، لا اما رقم عشري لا اما رقم ثماني لا اما رقم اللي هو السادس عشر. طب عندي حاجه اسمها اللي هو البريفكس. البريفكس ده عباره عن مقطع بيكون في اول الفاليو بتاعتي، ده بيحدد لي اللي هو البيز لا اما ديسيمال لا اما اوكتال لا اما هكساديسيمال. البريفكس ده هو عباره عن مقطع وليكن زي 0 x، ده بيحدد البيز بتاع الفاليو بتاعتي هل هو ديسيمال ولا هكساديسيمال ولا اوكتال. طيب لو ما عنديش بريفكس، بيكون البيز بتاعي اللي هو ديسيمال اللي هو النظام اللي هو العاشر. طب لو كان عندي اللي هو الزيرو اللي هو الاو، ده بيكون نظام بتاع مين الاوكتال اللي هو النظام الثماني. طب لو كان اللي هو 0 x، ده بيكون مين الهكساديسيمال اللي هو النظام السادس عشر. وعندي حاجة تانية اللي هو السفكس. السفكس هو زي البريفكس، بس السفكس بيجي في اخر الفاليو بتاعتي. يعني قلنا ان البريفكس بيجي في اول الفاليو والسفكس بيجي في اخر الفاليو. طب ايه الفرق بين السفكس والبريفكس؟ السفكس بيحدد الداتا تايب بتاع الفاليو بتاعتي، انما البريفكس بيحدد البيز بتاع الفاليو بتاعتي. يعني لو كان جاي حرف اليو سمول او حرف اليو كابيتال، ده بيكون unsigned. ولو كان جاي له حرف ال سواء سمول او كابيتال، ده بيقول ان الفاليو دي لونج. طب كمان عندي من الليترالز في الانتجر اللي هو البلس والماينس، يعني لما الرقم بتاعي موجب ده بيحدد لي ان الرقم موجب، وده بيحدد ان الرقم سالب. ناخد مثال. يعني جيت انا قلت انت نمبر ان هكسا وقلت له 0x10 ماينس 0x10، ده معناه ايه؟ ان الرقم ده اللي هو العشرة ده رقم بالهكس ديسيمال بس قدامه سالب. باخد اللي هو رقم اللي هو 0 1 ده وبحوله لديسيمال. يعني هنا الكومبايلر بياخد اللي هو الرقم اللي هو العشرة ده او الزيرو واحد ده يحوله من لديسيمال. طب بيحوله ازاي؟ عشان احول ده هنا عند صفر وده واحد اللي هو احاد وعشرات، فباخد اللي هو الصفر في 16 اللي هو البيز بتاع الاكس ديسيمال اللي هو 16 أس صفر زائد الواحد في 16 أس واحد. فصفر في 16 ده صفر، فضل عندي من 16 ده بيكون من الديسيمال 16. يعني لو جيت اعرض الجملة دي، لو جيت اطبع اللي هو قيمة النمبر ان هكس ده، هتباع مين 16. واحد فيجوال ستوديو. لو قلت اللي هو ان من هكسا يساوي سالب ماينس 0 x 16 0 1. لو جيت اطبع اللي هو من هكس وجينا نرن هديلي 16.
بالشكل ده. قال لك ايه سالب 16. ليه سالب 16؟ عشان في هنا سالب قبل مين؟ قبل الفاليو بتاعتك. لو شلنا السالب هيديني ايه؟ 16. تمام، يديني موجب 16. طب هنا قال لك انت نمبر ان ديسيمال، ده سالب 16 ده بالديسيمال. فهنا مفيش هنا مفيش اي بريفكس، انما هنا كان عندي اللي هو مين؟ البريفكس اللي هو 0 اكس ده بريفكس حدد لي ان البيس بتاع مين؟ اللي هو 16 ان ده هيكس ديسيمال. طيب هنا لو قلت انت unsigned انت بيساوي 234 وحطيت حرف اليو، قلنا حرف اليو عبارة عن suffix، ده بيقول ان الفاليو دي unsigned. طيب قلنا الانتجر بياخد مني موجب وسالب، يعني بياخد مني اللي هو السايند والانسايند. فهنا حددت ان الفاليو انسايند فهيديني ايرور ان هو مش قادر يحول القيمه الانسايند دي لمين؟ للانتجر. وكذلك برضه جيت قلت انت وبيساوي لونج انت وقلت ده 234 واديته اللي هو السافكس حرف ال. قلنا حرف ال عباره عن مين؟ ده اللي هو ايه؟ اللونج. فهو هنا هيجي يحول، مش هيقدر ان هو يحول القيمه دي لانتجر، هيقول لك محتاج انك تستخدم الكاست. على فيجوال ستوديو انا جيت هنا قلت انت النمبر ان ديسيمال بيساوي 90 وجيت اطبع اللي هو النمبر ان ديسيمال، هيطبع كام؟ هيطبع 90. مش هيحولها ليه؟ لان ده البيز بتاعه اللي هو مين؟ ديسيمال. ده كان في البريفكس، ده الخاص بالبريفكس. السفكس، قلنا السفكس بيحدد لي الداتا تايب. انا جيت اقول انت اكس بيساوي 134 واديت له حرف اللي هو اليو، هيديني ايرور. لو جيت تقف على الايرور هنا هيقول لك ايه؟ كانت امبليسيت، كنت مش قادر احول من unsigned int لمين؟ لانت. فانا لو استخدمت اللي هو الكاست هيحل ايه المشكلة. طيب كاست نفس اللي هو الانتجر. تمام، كده المشكلة اتحلت معايا. فده كان مين؟ ده كان الانتجر لتر. طب هنتكلم بقى عن الريال لترال. الريال لترال القيم دي مستخدمة مع الداتا تايبس اللي هي فلوت ودبل وديسيمال. طب الانتجر لترال مستخدمة مع الداتا تايبس اللي هو الانت واللونج والبايت والشورت. طيب ده بيتكون في الريال لترال بيتكون من اكتر من ديجيت، اكتر من رقم، وبيتكون من ساين لا موجب او سالب، وبيتكون من نقط اللي هو مين؟ العلامة العشرية. يعني ممكن عندي اللي هو رقم 1 علامة عشرية و14 من 100، أو ممكن يكون بقى ده موجب أو سالب. ممكن يكون اللي هو الاكسبوننشال نوتيشن اللي هو بتاع حرف الإي ده اللي هو كده اللي هو الأس. طيب هنا بقى في الفلوت بيكون عندي اللي هو السفكس الاف سمول أو الاف كابيتال. لو جيت تفتكر لما كنت بعرف متغير فلوت بقول اف مثلا فلوت اكس مثلا، وكنت بقول 3.14 من 100، كان بيديني ايرور. سوري، كان بيديني ايه؟ ايرور. ليه؟ كان بيقول لك مش قادر يحول ده لفلوت، فكنت باجي اضيف اللي هو حرف الاف سمول او كابيتال. طب ده اسمه ايه؟ ده كان اسمه suffix. حرف الاف سمول او كابيتال ده اسمه suffix، فبضيفه هنا. ده بيحدد الداتا تايب ان الفاليو دي قيمتها ايه، او الداتا تايب بتاعها فلوت. طيب الدي كابيتال او الدي سمول ده كان بيحدد لي ان هو ده دبل، والام كابيتال او الام سمول اللي هو السفكس الام كابيتال او الام سمول بيحدد ان القيمه دي ديسيمال. طيب قلنا الديفولت بيكون دبل، يعني الديفولت في الريال نمبر او في الريال نمبر عموما بيكون ايه؟ بيكون دبل. فانا بستخدم اللي هو يا اما الكاست او بستخدم اللي هو السفكس عشان احدد الداتا تايب سواء كان فلوت او ديسيمال. ناخد مثال. لو انا قلت فلوت ريال نمبر يساوي 12.5، ده كده هيديني ايرور.
ليه؟ عشان هو مش عارف. احنا قلنا الديفولت بيكون دبل، فلازم اما اضيف اللي هو حرف الاف سمول او الاف كابيتال او اعمل كاستم. اروح فيجوال ستوديو، تعالى تقول فلوس اكس بيساوي 3.14%، كده هيديني ايه؟ ايرور. يا اما الحل المشكله دي ان انا استخدم اللي هو الكاست واعمل كاست فلوت، كده المشكله راحت، او ان انا استخدم اللي هو مين؟ السفكس، واقول ده اف كابيتال سمول، اقول له ان ده فلوت. كذلك برضه في الديسيمال لو جيت اعرف غير ديسيمال ام مثلا يساوي 3.45%، لو سبته بالشكل ده هيديني ايرور. ليه؟ قال لك مش قادر احول من دبل، مش قادر احول لديسيمال، من دبل لديسيمال. بقول لك استخدم يا اما الام سافكس او تعمل كاست. احنا هنستخدم اللي هو مين؟ الام سافكس، ده معناه ان هو ديسيمال. طب انا بعرف المتغير دبل، دبل مش هيطلع معايا اكسبشن. ليه؟ لان قلنا لان الديفولت بتاعي دبل. طب انا ضفت السافكس اللي هو الدي برضه مش هيعمل معايا مشكله، سواء ضفت السافكس دي او ما ضفتوش ما بيعملش معايا مشكله. طيب في حاله الفلوت بنستخدم السافكس اللي هو الاف كابيتال او الاف سمول، في حاله الديسيمال بنستخدم اللي هو الام كابيتال او الام سمول. في الدبل يا اما بضيف اللي هو السافكس دي او ما بضيفوش، لان الديفولت في ريال نمبر بيكون سافكس، بيكون دبل. طب الكاركتر الليترال، الكاركتر الليترال ده الكاركتر الليترال بيستخدم مع اللي هو الداتا تايب اللي هو الكار. طب وده بيكون ما بين الفاليو بتاعته بيكون ما بين سنجل كوتيشن زي الشكل ده. الفاليو ممكن تكون سيمبل يعني حرف، سواء حرف A أو B، سواء كابيتال أو سمول. وممكن يكون كود سيمبل، يعني ممكن يكون له اليونيك كود بتاع الحرف، أو بيكون سكيبنج كاركتر. وأنا عارف يعني إيه سكيبنج كاركتر. السكيبنج كاركتر هي عبارة إن أنا إزاي بمثل سيمبل بيستخدم بيلت إن في اللغة. زي قلنا السنجل كوتيشن ده مستخدم ان انا وانا بعرف من غير كاركتر لازم اضيف ما بين سنجل كوتيشن. طب لو انا جيت اضيف سنجل كوتيشن تاني واطبعها، طبعا مش هيديني ايرور. لان ليه؟ ان خلاص بدايه السنجل كوتيشن لازم يكون لها نهايه. وكذلك برضه في الدبل كوتيشن، وكذلك في اللي هو الباك سبيس. اشهر السكيبنج كاركتر بستخدم اللي هو التو باك سبيس عشان اطبع باك سبيس. لو انا عايز اطبع باك سبيس بستخدم باك سبيس و سنجل كود اللي انا عايز اطبع اللي هو السنجل كود كاركتر، الباك سبيس والدبل كود اللي انا عايز اطبع الدبل كود كاركتر، باك سبيس وعلامة الاستفهام اللي انا عايز اطبع علامة استفهام كاركتر، والسلاش ايه. كمان عندي هنا اللي هو السلاش اكس، وده بيقول ان القوة بتاعتي ده هيكسا ديسيمال، بيمثلها في الهيكسا ديسيمال. ناخد بقى مثال. قلنا التمثيل اللي هو الكاركتر، لو قلت كار سيمبل قلنا سيمبل واديه مثلا اللي هو الايه، او لو جيت اطبع كونسول دوت رايت لاين. لو جيت تبص على ناتج الجمله دي هيطبع كلمه هيلو وبينها مسافه سلاش تي بيساوي 7 مسافات وجنبها كلمه وورد وهينزل سطرين. نروح على فيجوال ستوديو. قلنا في الكاركتر ليترال ده بيستخدم على اللي هو الداتا تايب كار اكس، ده يساوي لازم اديله هنا ايه اللي هو السنجل كود. لو قلت له اللي هو اكس ده كده كان مين؟ ده اللي هو السيمبل. طب في اليونيكود لو قلت كار زد مثلا بتساوي بين سنجل كود سلاش يو، ده عشان استخدم اللي هو بتاع اليونيكود سلاش يو، بكتب هنا ايه اللي هو القيمة بتاعته وليكن 0.0.1.0. لو جيت ان انا اعرض قيمة الاكس، قيمة اللي هو الزد كده نرن،
يطلع ده كان اليونيكود بتاع الكاركتر ده. لو جينا نعدل وقلنا ده 2 وجينا نرن هيديك الكاركتر بتاعي. فهنا بيجيب الكاركتر بناء على مين؟ عن اليونيكود بتاعه. قلنا اللي هو قلنا الكلمة عن السكيبنج كاركتر. السكيبنج كاركتر نعمل كده كومنت سكيب كاركتر. لو جيت اتبع جملة كونست دوت رايت لاين يلا حسن اسم محمد. تمام. لو جيت اتبع كده هتبع لي كلمة حسن محمد. طب انا عاوز اضيف حسن ما بين دبل كوتيشن. فلو انا اضيف هنا دبل كوتيشن كده هيديك ايه؟ اكسبشن. ليه؟ لان الدبل كوتيشن دي البداية ودي نهايتها، فكده هيديني اكسبشن. فعشان استخدم دبل كوتيشن بستخدم باك سلاش دبل كوتيشن، وباجي هنا استخدم باك سلاش دبل كوتيشن. لو جيت ارن هتلاقي كلمة حسن ما بين دبل كوتيشن. طب عشان اضيف كلمة محمد ما بين سنجل كوتيشن بقول باك سلاش سنجل كوتيشن وهنا باك سلاش سنجل كوتيشن بالشكل ده. طب انا جيت هنا ضفت اللي هو سلاش تي، قلنا هيسيب 7 مسافات اللي هو مسافة تاب ما بين الكلمتين. طب لو عايز انزل سطر جديد من غير ما اكتب كونست دوت رايت لاين جيت هنا كتبت سلاش ان هينزل لي الجملة في سطر جديد. ده فايدة مين؟ ده فايدة الاسكيب كاركتر. طب لو جينا نتكلم عن السترنج ليترال، السترنج ليترال ده بيستخدم مع الداتا تايب اللي هو السترنج او مع السترنج تايب. ده بيتكون من بيكون الفاليو بتاعته ما بين دبل كوتيشن على عكس اللي هو الكاركتر كان ما بين سنجل كوتيشن. وده ممكن نستخدم اللي هو الاد بريفكس. ده لو انا مستخدم في الجمله بتاعتي اكتر من اسكيب سيكونس. قلنا في السترنج مثال عليه سترنج ليترال، سترنج اسم يساوي مثلا اي ام سترنج ليترال مثال. وده كده سترنج كوتيشن مستخدمين فيه اللي هو السكيبنج كاركتر. وده هنا الباص. الباص ده شوف هنا انا ضايف عشان استخدم باك سلاش. قلنا لان الباص بيكون فيه مثلا سي دبل كولن سلاش اسم الفولدر سلاش اسم الفولدر الوصف فولدر سلاش اسم الملف دوت الاكستنشن. فانا بستخدم 2 دبل يعني ايه دبل باك سلاش. لو انا عايز استخدم باك سلاش واحده بستخدم اللي هو الاد بريفكس بالشكل ده، وما بكتبش اللي هو مين الباك سلاش الاولانيه دي. يعني شوف هنا المفروض كنت اكتب باك سلاش علامه اللي هو السنجل كوتيشن زي هنا بالظبط. فالاد بريفكس بيتضاف قبل الجمله سترينج وما بضطرش انا اكتب اللي هو مين الباك سلاش. نروح فيجوال ستوديو يعني لاحظ معايا كده قلت سترينج اكس بيساوي المفروض ان اي مسار مثلا سي حسن محمد باك سلاش بروجكت باك سلاش سي شارب باك سلاش مثلا هنقول 1 جي بي جي وليكن صورة. تمام. فده كده شوف لو جيت استخدم ده كده هيديني اكسبشن. فلازم استخدم هنا مين الدوت باك سلاش او استخدم الاد بريفكس ونخليه اكس 1 ونشيل التكست دي. فالاد بريفكس بيعوض عن اللي هو الباك سلاش في السكيبنج كاركتر او في السكيبنج سيكونس. لو جيت اعرض اكس 1 اكس اكس 1
لما رن عرض معايا مش مشكلة. هنا في الاكس كنا مستخدمين اللي هو الدبل باك سلاش، فهو شال واحدة من الباك سلاش عشان ده سكيبنج كاركتر وعرضها لي، بس عرض لي مين؟ باك سلاش واحدة. ده كان السترينج لتر. طب الكونستانت ده ان انا بعرف متغير بيكون ثابت على مستوى البرنامج بتاعي ككل، بعرفه باستخدام كي وورد اسمها كونست. ازاي؟ بقول هنا كونست الداتا تايب سواء انت او فلوت، واسم الفاريبل او اسم المتغير والقيمه بتاعته، بياخد القيمه بتاعته اثناء التعريف، وما اقدرش اعدل القيمه دي اثناء الران تايم. يعني ما اقدرش ان انا اجي اعدل القيمه دي في اي مكان تاني في الكود، لازم يتعدل في سطر التعريف بتاعه. مثال، انا مثلا معرف كونست دبل بي اي واخد 3.14%، باجي بقى ان انا اقدر استخدمه في اي مكان، بي اي في الار في الار، بس ما اقدرش ان انا اجي اعدل قيمه البي اي دي هنا. ما اقدرش ان انا اجي اقول البي اي بيساوي 5 مثلا يديني اكسبشن زي ما هتشوف الفيجوال ستوري. يعني جيت هنا عرفت متغير كونست انت اكس مثلا بيساوي 100، مقدرش اجي هنا واقول الاكس بيساوي 200. ليه؟ لان ده كونستانت، فكده هيديني اكسبشن. بس اقدر ان انا اجي هنا واقول مثلا الاكس فيه 100، يعني استخدم الاكس ده وانفذ عليه اي عمليات. طب امتى ايه فائده الكونستانت ده؟ لو انا على سبيل المثال عامل مشروع لجامعه مثلا، او مثلا او بعمل سيستم للكليه زي كليه حسابات ومعلومات، كل الطلبه اللي بتيجي تسجل اللي ثابت عندها اسم الكليه. يعني قلنا انا كونست سترينج فاكولتي نيم والاف سي اي اس، فاسم الكليه ثابت مع كل الطلبه اللي هتيجي تسجل مش هيتغير، فبقوم اعرفه كونستانت هنا، وفي كل ما اجي اضيف طالب بستدعي بس اسم المتغير ده، اروح انادي على اسم المتغير ده، ما بروحش بقى اكتب اسم الكليه من تاني. ده كان مين؟ ده كان الكونستانت. طب نتكلم بقى عن الانيميريشن هو عباره عن مجموعه من الثوابت. قلنا الكونستانت بيكون هي قيمه واحده وثابت واحد، انما الانيميريشن هي مجموعه من الكونستانت بتكون واخده انتجر فاليوز، بيتعرف باستخدام كيورد اسمها انام. وقلنا السي شارب انيميريشن بيكون عباره عن فاليو داتا تايب، وهنعرف عن ايه فاليو داتا تايب. السنتكس ان انا بقول انام اسم الانيميريشن وافتح اللي هو الكيرلي براكتس، وهنا الانيميريشن ليست. هنا الانوم نيم يعني اسم الانوم بيحدد اللي هو التايب بتاع الانومريشن. يعني مثلا على سبيل المثال ما بقاش عامل انومريشن للالوان واروح اسميه انوم دايز، او عامل انومريشن للدايز واروح اسميه انوم كولر. يعني بيكون الاسم سبيسيفايد او بيحدد الفاليوز اللي جواه. يعني انوم دايز ده بيكون جواه ايام الاسبوع، او الانوم كولر بيكون جواه الالوان. على سبيل المثال عم اعرف انهم اسمه دايز، في اللي هو ساتردي وساندي وماندي وتيوزدي وينزدي الى اخره. طب لو انا بقى عاوز اجيب اللي هو القيمه الانتجر بتاع الساتردي، بعمل كاست الانتر. طب نروح الفيديو ستيج على طول ونطبق. يعني والانيميشن بتعرف اما بتعرف جوه كلاس او بتعرف في النيم سبيس. انا هنا اقول نم اسمه دايز، قلت هنا مثلا ساتردي كوما ساندي كوما ماندي. لو انا عاوز اطبع قيمة اللي هو الساتردي، باجي اقول كونسول دوت رايت لاين، باجي هنا اقول اسم الانام اللي هو كان دايز دوت ساتردي. لو جيت اعرض
هيجيب لي كلمة ساتردي. طب عاوز اللي هي القيمة بتاع الساتردي، باجي اعمل بس كاست للانت، هتلاقي جاب القيمة صفر. ليه اخد قيمة صفر؟ هو هنا بيدي قيم ديفولت، او ممكن انا اديله قيمة 100 300 صفر، ومش لازم الترتيب، يعني مش شرط الترتيب كده اطبع يعرض لي مين اللي هو ال100 عشان اي مشكلة. طب ايه فايدة الانومريشن؟ لو انا عندي لو انا عندي مجموعة حاجات ثابتة في البرنامج، زي مثلا ايام الاسبوع، لو انا السيستم بتاعي بيسجل ايام الاسبوع، لو انا مثلا عندي مستخدم داخل يكتب ساتردي، ممكن المستخدم او اليوزر يكتب كلمة ساتردي بالشكل ده، او واحد تاني يكتب ساتردي بالشكل ده، او واحد يكتب ساتردي بالشكل ده. فلو جيت اعمل كويري عليها على الداتابيز، هتلاقي الساتردي دي مختلفة عن الساتردي دي، مختلفة عن الساتردي دي. فالحاجات دي هي ثابتة، فخلاص بعملها في انوم لليوزر، وبخليه بس ان هو يختار، ما يكتبش القيم دي بايده، هو بس يختار القيمة، والقيمة تبقى ايه ثابتة موحدة على مستوى ايه الابلكيشن كله، على مستوى البرنامج ككل. ده كان مين؟ ده كان الانومريشن. وكده اتكلمنا عن الكونستانت والليترال والانومريشن، وقلنا ان الليترال هي ان انا ازاي بمثل الفاليوز بتاعتي في السورس كود، وقلنا الكونستانت عباره عن متغير بيكون كونست، بيكون ثابت، القيمه بتاعته بيكون واخد ديفولت فاليو او انيشال فاليو، وبتكون القيمه دي ثابته على مستوى البرنامج، وما بقدرش اعدل القيمه دي غير في وقت التعريف، في مكان في ساعه التعريف بس. بما الانومريشن، وقلنا الانومريشن هي مجموعه من الثوابت